طيب السلام عليكم. في مباريات زي كده بيبقى متوقع مع خصم زي كده المباراة هتمشي ازاي. خصم هيستناك اللي هو بلوزداد هيستناك ان انت تلعب وهيعتمد على اخطائك انت. وده حصل وكان فعلا ده اللي ساير في الشوط الاول، وكان الاهلي هو اللي مسير الماتش. ولكن بلوزداد عمل اللي هو عاوزه سواء في الشوط الاول او حتى في الشوط الثاني. بلوزداد قدر يطلع بنقطة، وقدر ان هو يحافظ على حظوظه او يحافظ على فرصه، او بمعنى اصح وجوده في المجموعة بشكل يسمح له ان هو يصعد. مش قصتي بلوزداد، انا مش رد فعل، انا قصتي في الاهلي. الحقيقة الاهلي في الشوط الاول عمل كل حاجة تتعمل وما تتعملش. ان يبقى معاك الحظ او ما يبقاش معاك دي حاجة مش في ايدك، لكن اللعيبة ما اثرتش ولا حتى المدير الفني اثر في الشوط الاول او حتى في الشوط الثاني. اللعيبة في الشوط الثاني ما اعرفش، كان في حالة من التراجع، والتراجع ده في رأيي كان بدني. وده يودينا لسؤال: هل كولر لما كنا بننتقده في المباريات اللي قبل كده، هل الطريقة اللي كان بيسير بيها المباراة أو طريقة ضغطه في ال90 دقيقة في المباراة، هل ده كان له علاقة؟ يعني هو شايف حاجة احنا مش شايفينها، هو عارف حالة الفرقة وحالة الفرقة دي احنا مش عارفينها. هل هو أدرى حد بالحالة دي فعلى أساسه كان بيلعب بالأداء ده أو بالشكل ده؟ ما كانش بيضغط من أول دقيقة؟ يعني هل في علاقة؟ أنا معرفش. لكن اللي اعرفه ان الشكل او الفرقه كانت محتاجه مكسب يديك ثقه. انت محتاج ثقه في الفتره اللي جايه، ثقه الفوز في المباريات. انا مش بس ان انا يعني ايه اللي كان بيخلي النادي الاهلي يقدر ان هو يجيب اجوان في الدقيقه 90؟ ان انت خلاص عندك رصيد من الموضوع ده. انت بتجيب اجوان قبل كده في الدقيقه 90، فانت بتلعب لاخر ثانيه وعارف انك هتجيب الجون. اذا النتيجه اللي انت بتسعى ليها لما بتتحقق مره او اتنين او تلاته دي بتديك دفعه وبتديك ثقه انك تكرر نفس الجهد ونفس المجهود. بمعنى ان النادي الاهلي النهارده كان محتاج يطلع بنتيجه ايجابيه، محتاج يطلع بمكسب. المكسب ده كان هيدي ثقه للفرقه حتى في كاس العالم للانديه اللي احنا داخلين عليها. لكن بشكل عام ما اقدرش اقول ان اللعيبه اثرت، لكن في بعض الملاحظات واهمها وهو الاختراق. سهل اي فرقه تخترق النادي الاهلي سواء من العمق من على الطرف، من الاختراق النادي الاهلي سهل جدا. أم، حصل كوره النهارده برضو عدت نفس الطريقه اللي دخل بيها جون في النادي الاهلي المباراه اللي فاتت ماتش مديانا. مباراه الكوره برضو عدت من ناحيه محمد هاني، مش هتفرق من هاني او من علي معلول ايا كان، لكنها كانت من ناحيه محمد هاني. عدت بالعرض واللعيب ووصلت وباصه وهوبا وشوطه وكانت هتيجي جون وسهله جدا كانت تيجي. فانا اللي مزعلني ومضايقني في مباراه زي كده، وزي ما قلت ان خصم زي كده بيبقى نازل معتمد على ان هو هيبختك في كوره، هيطلع بكوره مرتده، هيستناك تغلط غلطه. لكن ان الخصم يخرج من مناطق دفاعه حتى في الدقيقه 90 ويهاجم النادي الاهلي، يطلع بيهاجم النادي الاهلي في الدقائق الاخيره في اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه. يعني العكس المفروض يتعمل. ده بناء على ايه؟ بناء على انه شاف حاله النادي الاهلي اثناء المباراه ما كانتش حلو، ما كانتش يعني حاله النادي الاهلي او حاله الفرقه ما كانتش افضل حاجه. قال لك طب وماله يا عم، طب ما ادوس، ده النادي الاهلي مش افضل، ما اضغط، ما ده انا جايز اجيب جون دلوقتي. فبقى قال لك انا ليه استنى زي ما كنت مستني في الشوط الاول. الشوط الاول النادي الاهلي كميه فرص وكميه هجمات بتضيع وكميه عرضيات كميه اختراقات حتى، يعني بلاش من العمق، لكن كميه اختراقات من على الاطراف. كهربا يضيع، كهربا يدي لحسين الشحات ولا يدي كله ضيع. طب انا ليه استنى كده طالما انا في ايدي حتى اخطف النادي الاهلي؟ هم دفاعيا في الالتحامات مش قد كده، لما بطلع بالتحام انا اللي باخده كلاعب بلوزدادي. فليه انا اسيب الفرقه يعني ليه اسيب الاهلي هو اللي يضغط وده اللي حصل. يعني المفروض العكس، المفروض الفرقه البلوزداد تيجي تهاجم في اول الماتش، تهاجم في الشوط الاول، وتيجي في الاخر بقى تبتدي تدافع وتضيع وقت. لا ده هم حتى لما جم يضيعوا وقت قال لك طب ما احنا ده احنا في ايدينا نلعب، احنا في ايدينا نضغط، طب انا في فده اللي مضايقني شويه وده اللي مزعلني. وده زي ما قلت ممكن يكون بسبب حاله اجهاد زي ما حتى عصام الشوالي قال. فهل حالة الإجهاد دي كان كولر أدرى مننا بيها؟ يعني كون إن هو بيغير كتير في اللعيبة مش عارف، لكن اللي أعرفه إن الحالة بشكل عام مش أفضل حاجة. طبعا أنا مش بقول يعني وربنا يستر في كأس العالم، ما أعتقدش إن هي هتبقى كده برضه، لأن الأجواء نفسها بتفرق، أجواء البطولة نفسها والمشاركة بتفرق. بس مباراة في المجمل بشكل عام هقول جيد. الحظ والتوفيق ما وقفش معاك، برضه الحظ لو كان واقف معاك انت كنت طلعت بنتيجة ايجابية وكنت طلعت كسبان في مباراة زي كده. فعلشان كده انا مش حابب ان انا هاجم، لكن حتى لو كنت انت جبت جون انت كنت يعني كان شكلك هيبقى عامل ازاي في الدفاع؟
فأنا شايف إن لازم يبقى في وقفة أو يعني لازم يبقى في حل للدفاع اللي سهل يخترق. دفاع النادي الأهلي سهل يخترق من نص الملعب، والحالة باينة وواضحة لأي حد بيتفرج. فدي أكبر ملاحظة. أنا مش ملاحظتي على النتيجة، برضه هقول مش ملاحظتي على أداء اللعيبة حتى الهجومي، حتى وإن ما كانش فيه حلول كتير. طبعا بره عن كولر يعني لا يلام، وبصراحه عمل كل حاجه ووصل اللعيبه لفرص انها تجيبها. هو مش هينزل يقول للعيبه اعملها بدماغك صح، او مش هيقول العارضه شيلي، مش هيقول الثلاث خشبات او ال 90 شيلي الكوره من جوه الجون. ده خلاص، ده حاجات بقى بتاعت ربنا، هنعمل ايه؟ لكن في المجمل اداء مش هقول وحش، بس اداء جيد جدا في الشوط الاول، اداء مقبول في الشوط الثاني. اذا المباراه بشكل عام جيد. بس هي دي المشكله الدفاعيه اللي ارجو واتمنى انها تتحل، زي ما مشكله الهجوم بنسبه كبيره، بنسبه 60 70% ابتدت تتحل، حتى وان لم يحرز اهداف بالشكل الكافي او اهداف عموما اصلا. ولكن المشكله الدفاعيه دي اللي لازم، يعني ابسط حاجه، ما ينفعش اتنين لعيبه او ثلاث لعيبه وداخلين على لاعب مش عارفين ناخد الكوره منه. ليه؟ لان انا بعتمد على ده، وده بيعتمد على ده، وده بيعتمد، فبالتالي ما حدش بيقطع كوره، ما حدش بيضغط. فما يعني ما ينفعش. ده اكبر مشكله لازم يكون لها حلول، بجانب المشاكل الهجوميه اللي ابتدت تتحل زي ما قلت. ربنا يكرم النادي الاهلي ويوفق النادي الاهلي ان شاء الله في كاس العالم للانديه. وارجو واتمنى ان اجواء البطوله نفسها تخلي اداء الاهلي بشكل مختلف، واداء اللعيبه فرديا وجماعيا بشكل تاني. وارجو اننا نرجع منها بثقه عاليه، بنكتشف لعيبه، بنكتشف اداءات فرديه في لعيبه بتديهم الثقه ودفعه للاداء المحلي والافريقي بعد ما نرجع ان شاء الله باذن الله من كاس العالم للانديه. ربنا يوفق النادي الاهلي. بس وشكرا.